اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعة مباركة عليكم. اليوم مش نعطيكم طريقة تحضير طاجين بطاطا طبقات، حاجة خارقة للعادة نستحقوها في شهير سيدي رمضان، ربي يجعلنا من صيامه ومن قيامه. هذا هو في صحيح التقديم. نتعدي في مرحلة أولى. هنا خذيت المقلة على الغاز، حطيت فيها شوية متاع زيت، وخذيت كمية متاع بصل قصصتها ومش نحطها هكا تتذبل شوية. في نفس الوقت خذيت كمية البطاطا اللي باش نخدم بها، قصصتها دي رونديل وباش نقليها. به هنا تذبل شوية معايا هذيك البصل. تو انا اليوم مش نستعمل الزر متاع الدجاج، هو اللي مش نخدم به الطاجين اللي عندي، وانتوما باللي تحبوا تنجموا تخدموا الطاجين متاعكم. هنا تو مش نحرك المقادير متاعي هذوما الكل لين يتجانسوا بالباهي مع بعضهم، باش نكملوا ناخذوا البصرات ونفوحوا على رواحنا. باش ناخذ شويه كركم، ملح، تبل وكرويه، فلفل اسود، شويه متاع ثوم وشويه اكليل وزعتر، يفوحوا يعطي نكهه بنينه وتحفونه. نحرك المقادير متاعي الكل مع بعضهم لين يتجانسوا، وتو باش نحط عليهم شويه متاع ماء من با مش برشا، باش نضمن البزارات متاعي ما تتحرقش معايا. على نار متوسطه بطبيعه الحال، مش نخليه يطيب، مانيش باش نزيد في كميه الماء، مش يطيب في الماء متاع الدجاج ومتاع البصل. مفيد نحطه على نار متوسطة وما نغفلش عليه، ندور دورة نعمله تحريكة لين يوصل للشطر الطياب متاعو. وقتها باش نتعداو ونحطوا له كمية متاع معدنوس كما قاعدين تشاهدوا. شوفوا قداش قر الماء متاعو، بريسك هناش وصلنا للشطر الطياب متاعو. خذيت توا كمية متاع معدنوس، غسلتها وقصصتها ومش نشخشخوه، يعطينا مذاق بنين ويعطينا ألوان زاهية وتحفونة. به هنا نحرك المقادير متاعي الكل ومش نحطهم لين يقفوا على زيتهم وما عادش فيهم حتى قطرة متاع لا زيت ولا ماء، ونكمل نقلي كمية البطاطا بطبيعة الحال. طاب الحشو معايا تويكا، مش نزيدو كمية متاع فروماج ربي. أي نوع متاع فروماج كان متوفر عندكم تنجموا تخدموا به بطبيعة الحال. هنا نشخشخوها بالفرماج باش يجينا بنين وتحفون. وتو باش نتعدى نزيدو كمية متاع عظم. هنا كمية العظم مش تقعد حسب الحاجة، حسب الكمية اللي عندكم بالطبيعة. هنا مثال الكمية هذه مش نحط عليها 4 بيضات في مرحلة أولى في الحشو. تو من بعد باش تشاهدوا كيفاش باش نزيد كمية البيض. حطيت عليهم ميم با شوية نتاع ملح وشوية نتاع فلفل اسود باش ينحيوا لي الصفورية نتاع العظم. نركزهم بالباهي بالباهي ونصبهم على هذاك الخليط اللي عندي. نخلط المقادير متاعي الكل مع بعضها لين تتجانس. لازمنا نتحصلوا على خليط ما هوش جيري برشا، مش كيف ما الطاجين العادي، هكا شدد روحه شوية بالقوام اللي هذا هو قدامكم. نحطوها على جنب ونتعداو ونبداو في عملية الترصيف. اخذيت القالب متاعي اللي باش نطيب فيه ومش نرصف فيه البطاطا اللي عندي لين نكمل الطبقه نتاعي كامله. باهي كيما قاعدين تشاهدوا انا راني الطبق نتاعي ما دهنتو بحد شيء، خاطر كما قلت لكم انا الطبق نتاعي ضامنه اللي هو ما يلصقش. فوا القالب اللي عندكم يلصق شويه تنجموا تدهنوها بشويه نتاع زيت والا شويه نتاع زبده. كملت رصفت الكميه اللي عندي كامله، وتويكا مش ناخذ هذيك الحشو اللي سبقت وحضرته انا وياكم ومش نحطه كطبقه وسطانيه للطاجين نتاعنا. نحاول هكايا نوزعه على كبر القالب اللي عندي. انا اخترت نخدم في القالب هذايا، وانتم راهو اي قالب متوفر عندكم نجموا تخدموا فيه بطبيعة الحال. تواصلت معايا العملية، كمل صبيت الكمية كاملة كما قاعدين تشاهدوا. حاول تويكا هكايا ننظموا على نفس المستوى. به هنا في المرحلة هذه نجموا نزيدوا نرشوا عليه شوية متاع فروماج يعطي نكهة بنينة كما تنجموا تستغنيوا عليها المرحلة بطبيعة الحال. وزعت الكمية اللي عندي وتوا بنفس الطريقة مش نعاود ناخذ الكمية متاع البطاطا الثانية. كما عملنا الطبقة الأولانية مش نخدموا الطبقة الثانية، نرصف هكايا الكعيبة للكعيبة لين نكمل الطبقة متاع القالب اللي عندي كاملة بنفس الطريقة. بالنسبة للبطاطا مقلية لكن ما خليتهاش لين تطيب كومبليتمون، خليتها ناقصة شوية بما أني مش ندخلها الفور مش تكمل الطيب. كملت رصفت، عودت خذيت 4 بيضات واحد اخرين، حطيت عليهم شويه ملح وشويه فلفل اسود باش نسقي بيهم الطاجين اللي عندي. حطيت فوري يسخن على 180 درجه، نار من اللوطه او نار من الفوق، ملي بديت في عمليه التحضير او حطانه في القالب.
باش يسخن لنا الفور وندخلوه يتيم. نحاول لهنا نوزع الكميه نتاع العظم، هذايا هو اللي مشي يكون الملصق للمقادير اللي عندنا الكل. لهنا في المرحله هذيا تنجموا تزيدوا ترشوا عليه شويه فرomage، وكما تنجموا تحطوها كما هو، وكما تنجموا تزيدوا عليه شويه تاع معدنوس كيف ما قاعدين تشاهدوا في الفيديو. نكمل لهنا نحط الكميه اللي عندي ونمشي ندخله لهذاك الفور اللي سبقت وخليته يسخن يطيب. من بعد ما يطيب نحطوها يبرد كومبليتمون، ما نقصوهاش وهو سخون. هنا خرجته من الفور. هذا المشهد متاعو النهائي. ان شاء الله نكون كفيت ووفيت باش عطيتكم وصفه مزيانه وتحفونه. اليوم فيديو قصير ومزيان، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الوصفه. يا ربي مشاهده طيبه.